السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ريان، وبعد غياب أكثر من أسبوع رجعت لكم بفيديو تقييم سيرب المتابعين. فطلبت منكم ترسلوا لي سيت اب على الانستا وبعتوا لي كثير سيت ابات ما شاء الله. وبالحديث عن حساب الانستا، قبل يومين كان عندي 85 متابع والحين عندي 49 متابع، كأنه 40 منكم اتفقوا انهم يلغوا المتابعة في نفس الوقت. فأتمنى انكم تعوضوا هالناس اللي ألغوا المتابعة وتوصلوني لل100 متابع ويمكن 500 متابع في المستقبل. المهم، قبل لا نبدأ عندي خبر سيء للمشاركين، وهو أني ما بذكر أسماءكم. أدري أغلبكم شارك بالفعالية بنية أنه اسمه ينكتب بالفيديو ويصير كذا ياي أنا طلعت على التلفزيون، بس للأسف أنا نسيت كل سيت اب يرجع لمين، فما بذكر أسماء أصحاب السيت ابات. فالمهم، لا تنسوا تصلون على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا نتنمر ونتذمر على سيرب المتابعين. أوكي، السيرب الأول هو ذا طاولة بلاستيكية صغيرة زي اللي كانت عندي زمان أيام 2012. كنت أدرس وآكل على الطاولات البلاستيكية زي ذي، والولد حاط لي جوال وأتوقع مركب عليه فأرة ولوحة مفاتيح، أتوقع شيء زي كذا. يمكن فيهني شيء زي حقيبة ظهر، فنايس، ده مكان للدراسة. الوسادة أكثر شيء عجبني، يعني واو مان، تفصيل حلو. السيرب متواضع وما فيه بي سي، ف3.5/10. ابلع يا رجال. وحاب أوضح، ما أبغى أجرح مشاعر المشاركين، تقييمي صريح. أتوقع أنها مش سيت اب أصلا، أن أنت بس جبت كم شغلة وحطيتهم بالطاولة وصورتهم، وبعد ما انتهيت رجعت كل شيء لمكانه. ويلا السيرب اللي بعده. اوكي، السيرب ذا عبارة عن تلفاز وبلاي ستيشن 4، الله يرزقنا بواحد مستقبلا. تخيل تكون راجع من المدرسة في يوم ممطر وتقعد هالجلسة وتلعب بالبلاي ستيشن والايباد وانت داخل البطانية. يا رجل، لا تحدثني عن السعادة وراحة البال اذا انت مش صاحب هالسيرب. وفي علبة كاتشب هني او شطة او مدري شو ذا. منور المكان صراحة، نايس حركات وكذا. زبدة نعطيه 5.5/10. اوكي، ذا السيرب حسيته حلو، واخيرا شيء اقدر اسميه سيت اب. وحتى ذا عنده بلاي ستيشن 4، شكله انا الوحيدة اللي ما عنده. كل شيء اسود بالسيت اب ما عدا السماعة، وفي قميص مرمي، اتوقع لازم تنظف المكان احسن. وهو طبعا صور لي السيت اب من زاوية ثانية، ونايس، في سماعة زرقاء. الصراحة الطاولة والكرسي شيء ثاني يا ولد، والله انه شكلهم نار. وفي اضاءة قوية زي ما تقدر تلاحظ، بس اليد في الصورة الاولى كانت سوداء والحين بيضة، ما ادري ليش. بس بنقيمه 8/10. احلى واحد حتى الحين، ونشوف البقية. اوكي، الاخ ذا حط اللابتوب حقه بالارض وقال انه ذا سيت اب. الصراحه ما اشوف اي سيت اب، كنت بعطيك 0 بس انت مشترك بالقناه. مان، كيف بتجيك اشعارات مقاطعي اذا ما انك مفعل الجرس؟ المهم، بعطيك 1.5/10 وبنشوف اللي بعده. الاخ ذا عنده سيت اب عباره عن لابتوب فوق علبه بيض وبي سي ومقعد بلاستيكي. لازم تشيل علبه البيض، مو داخله بالجو حق السيت اب. حط اي شيء ثاني كقاعده لللابتوب او شيء، مو علبه بيض. وكمان النعال والدمى مش ماشيين على السيت اب، لذا حطهم في مكان ثاني. كرسي مان، تخيل تكون قاعد عليه وتنزل ظهرك كامل بس عشان تستعمل بي سي. وكمان الأسلاك ليش مبعثرة؟ أربطهم بخيط أو شيء وشيل الأمور العشوائية زي القمصان وكذا. بس السيت اب نايس، لكنه مش عملي كثير، فبعطيه 5.5/10 ونشوف اللي بعده. وهنا سأصمت قليلا يا أولاد وبنات، شيكوا على المنظر. بس البنت حاطة اسمي طبعا كإثبات أنه السيت اب ملكها، بس الشكل حلو. التابلت لونها أبيض، ماشية مع الجو حق المكان. وصور الأنمي وكتب والدفاتر والبوسترات والنبتة نايس، كل شيء متناسق ببعضه. تخيل تدخل هالمكان وانت محاط بالأشياء اللي تحبها، ولك إحساس لا يوصف. أقيم السيت اب 9.5/10، ولو ما تخطاه سيت اب ثاني فرح يفوز. اوكي، في ذا السيت اب الأسطوري، نايس، بلاي ستيشن 5 وبي سي تحفة، والإضاءة تحفة. أتوقع أنه لدينا فائز. بقيم هذا السيت اب 0/10 مع إقصاء كامل من الفعاليات الجاية اللي بنسويها بالقناة. اوكي، ذا السيت اب عندي له ملاحظات. حبيت كيف انه ابيض بالكامل، انا من محبين اللون الابيض، احسه يبعث على السلام. عنده لابتوب وما عنده بي سي عادي، حتى اللابتوب هو نايس. حاط كتب وذا الشيء اللي يشبكوا فيه الاوراق مع بعض. في لوحة بالفرنسية وكتاب فرنسي كمان، شكله صاحب السيت اب عايش في فرنسا وانا ما ادري. الارضية الخشبية والمكتب متناسق مع الجدار، حلو. والرفوف مليئة بشغلات وألوان مختلفة. السيرب ذا متعة بصرية وصاحبه محظوظ فيه، وأقيمه 9/10. للأسف ما تخطى السيت اب حق الأنمي. وخلنا نشوف اللي بعده.
السيت اب ذا ما أدري ليش شكله كذا، السيت اب مش منظم، فقط أشياء عشوائية كذا مرمية في المكان. أتمنى من صاحب السيت اب أنه ينظفه، ما يجوز تعمل في مكان زي ذا. المهم المكان مبعثر فما أدري شو أعلق عليه، فنعطيه 4/10 ونشوف اللي بعده. اوكي السيت اب ذا من ليتل موشن، هو يوتيوبر اتابعه، رابط قناتها بالوصف. فالسيت اب تبعه نايس، السيت اب قديم تحسه زي السيت اب القدام اللي كنا نستعملهم بال2014. بس بعيدا عن كل شيء البي سي تحفة، لك شوف المنظر، وأقيمه 7/10. ونشوف آخر واحد معانا. اوكي في هذا السيت اب في تلفاز كبير ونايس بلاي ستيشن حلو، وفي تحته بلاي ستيشن 3 اتوقع، مش متأكد الصراحة. واليد الحمراء نايس، الأقراص حقت الألعاب مرتبة بشكل حلو. في عيوب بالسيت اب بس عادي شكله جيد، وبس بالنهاية نقيمه 5/10. المهم بالنهاية السيت اب الفايز هو السيت اب ذا اللي جايب 9.5/10. وبعد ما بحثت عن صاحب السيت اب طلع انه ذي البنت اسمها صبا مد. يا أخي اسماءكم غريبة. المهم صبا فازت بخلاط 4K يقدر يطحن الفواكه والخضروات والخواطر وكل شيء. بيتم تسليم الخلاط لصبا بيوم 7 جوان 2085. فبس آسف لكل شخص ما لحق المشاركة أو شارك وخسر، وذي ما بتكون آخر فعالية معاكم، بل في فعاليات غير. وبس مع السلامة.